السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابنائي طلبة وطالبات الصف الأول إعدادي، أهلا وسهلا بكم حبايبي في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض تدريبات الوحدة الأولى الدرس الثالث الأدلة الكيميائية والأملاح، الاختبار الأول والثاني والثالث، صفحة 10 و11 و12 و13 من ملحق كتاب الامتحان علوم أولى إعدادي الترم الثاني. يا ريت يا بطل ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة، كنت متشكرة جدا ليكم يا شباب. اللايك بيساعدنا إن الفيديو يوصل لأكبر عدد من أصدقائك وزمايلك والكل يستفاد. وعندك كلمة اشتراك تحت الفيديو اضغط عليها عشان يوصلكم كل جديد من حل ملحق الكتاب، ملحق كتاب الامتحان. بالتوفيق والنجاح، ربنا ينجحكم جميعا. ما ننساش نصلي على النبي عليه افضل الصلاه وتم السلام. السؤال الاول بيقول لك هنا اختار الاجابه الصحيحه مما بين الاجابات المعطاه من الغازات القاعديه. هتقول له NH3. ما قراءه البي اتش متر المحتمله في محلول هيدروكسيد الصوديوم المخفف؟ هتقول له 12. كل مما يلي مواد قيمة البي اتش لها أكبر من 7. هتقول له عدا طبعا اللبن، لأن طبعا أكبر من 7 يبقى قلوي. طيب من الجدول التالي بيقولك بيظهر لون أحمر عند إضافة قطرات من أي من الدليلين 1 أو 2 إلى محلول قيمة البي اتش له؟ هتقول له 3 أهو. ما هقول لك 2 و3 لحد هنا كده يبقى إيه؟ هتقول له أحمر، يبقى هنا رقم 3. طيب ماذا يحدث عند إضافة حمض الكبريتيك المركز إلى سكر المائدة؟ هتقول له يتفحم. نباتات الكوبيه في تربة حامضية؟ هتقول له تتلون أوراق الأزهار باللون الأحمر. تتلون أوراق الأزهار باللون الأحمر. وضع شريط دوار الشمس أحمر اللون في محلول قيمة البي اتش له 7. هتقول له لا يتغير لونه. لا يتغير إيه؟ لا يتغير لونه. تقريب شريط من دليل دوار الشمس مبلل بالماء من غاز الكلور؟ هتقول له بيزيل لون الشريط. بيزيل لون الشريط. أكمل العبارات الآتية بما يناسبها من كلمات. يستخدم دليل اليونيفرسال في التمييز بين قوي وقلوي ضعيف. يمكن تحضير دليل كيميائي من أوراق نبات الكرنب الأحمر. حللنا صفحة 10 يا شباب، ننتقل لصفحة 11. يلا بينا. بيقولك هنا تزداد قوة المحلول الحامضي كلما اقتربت قيمة البي اتش له من الصفر. لا يمكن استخدام دليل شرائط دوار الشمس في التمييز بين حمض الخليك وحمض الهيدروكلوريك. علل لما ياتي. الماء المقطر لا يتغير لون دليل اليونيفرسال. هتقول لأن عدد كاتيونات الهيدروجين الموجبة بتساوي عدد أنيونات الهيدروكسيد السالبة. لأن عدد كاتيونات الهيدروجين الموجبة بتساوي عدد أنيونات الهيدروكسيد السالبة. استخدام هيدروكسيد الكالسيوم في معالجة التربة الحامضية؟ تقول لأنه مادة قاعدية بتزيد من قيمة البي اتش للتربة وبالتالي بتعادل الحموضة. لأنه مادة قاعدية بتزيد من قيمة البي اتش للتربة وبالتالي بتعادل الحموضة. حامضية الطماطم أقل من حامضية الليمون؟ السؤال ده مهم جدا. هتقول له لأن قيمة البي اتش للطماطم أعلى من قيمة البي اتش للليمون. خلاص يا شباب. الاختبار الثاني على الأملاح وخواصها. اختر الإجابة الصحيحة. كل مما يلي بيعبر عن مركب كربونات الصوديوم عدا أنه ملح ملون. تتكون الأملاح من اتحاد كاتيونات القلويات مع أنيونات الأحماض. يتحد أنيون الكلوريد Cl سالب مع كاتيون المغنيسيوم Mg2 مكونا ملح صيغته. هتقول له MgCl2. الأنيونات التالية يمكن تكوين أملاح عدا أنيون؟ هتقول له الهيدروكسيد. عدا أنيون الهيدروكسيد. تتحد كاتيونات الفضة Ag موجب مع أنيونات الكلوريد Cl سالب مكونة الملح X. ما الصيغة الجزئية للملح X؟ هتقول له AgCl. اذكر خاصيتين من الخواص الفيزيائية للملح. هتقول له لا يذوب في الماء ودي فيزيائية. لا يذوب في الماء فيزيائية، ومحلوله ومصهوره كملح بيوصل للتيار الكهربي. يبقى لا يذوب في الماء ودي فيزيائية، دي خاصية فيزيائية. أما محلوله ومصهوره كملح بيوصل للتيار الكهربي. كيف يمكنك التمييز بطريقة واحدة بين كل من ملح كبريتات النحاس وملح كلوريد النيكل؟ هميزه من خلال اللون. هقول له ملح كبريتات النحاس ده بيبقى لونه أزرق، إنما ملح كلوريد النيكل بيبقى لونه إيه؟ أخضر. ملح كربونات البوتاسيوم وملح كربونات الكالسيوم؟ هتقول له بإذابة كل منهما في الماء. مثلا عندك ملح كربونات البوتاسيوم ده هيدوب في المية، انما ملح كربونات الكالسيوم لا يذوب في الماء. حلينا صفحة 11، ننتقل لصفحة 12 يا شباب. يلا بينا. يا ريت يا ابطال ما تنسوش اللايك، اكون متشكره جدا لكم حبايبي. نقول هنا استخرج العباره الغير مناسبه مما يلي ثم اذكر ما يربط باقي الكلمات او العبارات. طيب انا عندي كلوريد الصوديوم وكربونات النحاس وكبريتات الكالسيوم وكربونات الفضه، دول كلك متشابهين ما عدا كلوريد الصوديوم. ليه؟ هتقول لي لان دول كلك املاح. هتقول له املاح لا تذوب في الماء.
نترات الصوديوم وكبريتات الكالسيوم وكلوريد النيكل وكربونات الامونيوم، هتشيل طبعا كبريتات الكالسيوم، هتقول له الباقي املاح بتذوب في الماء. مسحور كلوريد الصوديوم وحمض الكبريتيك ومحلول نترات الفضة وملح كبريتيت الصوديوم، هتشيل ملح كبريتيت الصوديوم وهتقول له دي مواد جيدة التوصيل للتيار الكهربي. عندك محلول كلوريد الامونيوم ومحلول غاز كلوريد الهيدروجين ومحلول كلوريد الصوديوم والخل، هتشيل محلول كلوريد الصوديوم وهتقول له دي مواد الباقي ده مواد حامضيه. علل لا يمكن الفرق في مياه البحر الميت، هتقول له ارتفاع كثافتها بسبب ارتفاع نسبه الاملاح بها. لا يمكن الغرق في مياه البحر الميت ليه، هتقول له ارتفاع كثافتها بسبب ارتفاع نسبه الاملاح بها. يمكن التمييز بين ملح كلوريد الامونيوم وملح كربونات الصوديوم باستخدام دليل اليونيفرسال، هتقول له كلوريد الامونيوم محلول حامض، اما كربونات الصوديوم محلول قاعدي. معظم الاملاح مركبات ايونيه، هتقول له لانها بتنتج من تفاعل الاحماض مع القلويات وتتخذ كاتيون القلوي مع انيون الحمض ليتكون مركب ايوني. اختر الإجابة الصحيحة. الصيغ التالية لأملاح ما عدا، هتقول له هنا AG2O ده أكسيد. لا يتغير لون كل من شريطي دوار الشمس الأحمر أو الأزرق عند غمسهما في محلول كلوريد الصوديوم. يعاني شخص من حموضة المعدة وغير متاح أمامه الأقراص المضادة للحموضة، أي مما يلي يمكن استخدامه لتقليل حموضة المعدة، هتقول له بيكربونات الصوديوم BHA بتساوي 8. حلنا صفحة 12، ننتقل لصفحة 13. يلا شباب ما تنسوش تدعمونا بلايك. كنا يا بطل من الجدول التالي ما اللون المتكون عند إضافة قطرتين من كل دليل إلى محلول قيمة البي اتش له 2 كل على حدة، هتقول له الأصفر والبنفسجي. طيب هنا بيقولك عند إمرار الأكسيد الغازي إكس في الماء المقطر أصبحت قيمة البي اتش للمحلول المتكون 4. هل الأكسيد إكس قاعدي أم حامضي؟ مع التفسير هتقول له لا، إن البي اتش للمحلول أقل من 7. ما مقدار الفرق بين قيمة البي اتش للماء قبل وبعد إمرار الأكسيد فيه؟ هتقول له 7 ناقص 4 بتساوي 3. تربة زراعية بتنتج نبات الكوبيه المزروع فيها أزهار زرقاء اللون، ما نوع هذه التربة؟ تقول له تربة قاعدية. هل تعالج هذه التربة بإضافة هيدروكسيد الكالسيوم؟ مع التفسير هتقول له لأ، لأنها تربة قاعدية. أكمل العبارات التالية بما يناسبها. ابتكر العالم سورين مقياس الرقم الهيدروجيني المدرج بأرقام تتراوح من 10 ل 14. يتواجد دليل يونيفرسال في صورة صبغ أو شرائط. تزداد حامضية المحاليل عند خفض قيمة البي اتش لها، ويمكن معرفة هذه القيمة بدقة باستخدام جهاز البي اتش ميتر. منظف أفران الغاز من المواد القاعدية القلوية، بينما الموز من المواد الحامضية. تتخذ الكاتيونات اكس مع الانيونات واي لتكوين مركب كربونات الامونيوم. ما نوع مركب كربونات الامونيوم؟ تقول له ملح. مع عدد كاتيونات والانيونات اللازمه لتكوين 2 جزيء من كربونات الامونيوم؟ تقول له 4 كاتيونات زائد 2 انيونات. صنف كربونات الامونيوم من حيث الذوبان في الماء، هتقول له تذوب. كده حبايبي نكون وصلنا لنهايه الفيديو. بالتوفيق والنجاح يا رب. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، ربنا ينجحكم جميعا يا رب. مع السلامه.